اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حبايبي يا حلوين، تيجوا نعمل النهاردة مع بعض رز بلبن وبأطعمة مختلفة. نروق على ولادنا كده بحاجات بسيطة تفرحهم وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولي رأيكم. هي بصراحة أشكال وألوان وطعم حلو قوي قوي، وحاجات تغيير كده، وقلنا كده إيه، طالما عجبهم شغل الفنادق نكمل لهم في شغل الفنادق. ايه رأيكم؟ نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة رز بلبن، وهنضيف عليه بقى ايه شوية حركات كده وتكات، عشان ايه نغير للولاد ايه من شكله ومن طعمه، ويبقى تشكيلة كده جديدة حلوة تغيير يعني. عندي هنا هاحط كوباية رز. الأول كنت هاعمل كمية صغيرة، وبعدين قُلت طالما هاعمل بقى أطعمة يبقى إيه مش هيكفّي بقى، يبقى كل واحد مثلًا طبق والّا حاجة، لأ أنا إيه أزوّد شوية. حطيت كوبايتين رز وسِبتهم مع كوبايتين مَيّة كده حلوين يغلوا لحد إيه ما حسيت إن الرز استوى. هنا بقى اللبن أنا كل مرّة كنت باغليه الأول وأسيبه إيه يعمل قشطة وكده. قُلت لأ، أنا هاعمله بقى المرّة دي من غير ما أغليه، علشان يبقى يعني يدّينا اللي هو إيه، الكرمشة بتاعة المحلات ديّة. عرفت إن هو أمّا بتعملي اللبن من غير ما تغليه، بيدّيكِ بقى إيه، شكل وطعم المحلات كده من برّه، لإن طبعًا أكيد هُم مش هيغلوا اللبن، لإن طبعًا بيعملوا كميات كبيرة، فأكيد مش هيغلوه ويعملوه بقى إيه، كده، يعني يغلوا اللبن الأول بعد كده يعملوا الرز بلبن. أنا هنا بقى إيه، عملت زيّهم وقُلت أجرّب كده المرّة دي وإن شاء الله يكون إيه، وصفة حلوة كده تعجبكم إن شاء الله. حطيت كيلو اللبن وقُلت إيه، أدّي له غلوة كده، وحطيت سُكّر، حوالي كوبايتين كده سُكّر، يعني كوبايتين من الكبار يعني. وطبعًا السُكّر ده حسب الرغبة بقى، حسب ما كل واحد إيه، يعني إحنا بنحب الحاجة المسكّرة، في ناس ما بتحبش الحاجة المسكّرة شوية، بتحبها إيه، أقل شوية. هنا برضه إيه، هاسيبهم بقى يستووا كده غلوتين مع بعض، لحد ما تلاقي إن الرُزاية نفسها، أنا سويتها أصلًا في المرحلة الأولانية، بس برضه لازم تستوي مع اللبن عشان تاخد طعم من اللبن. وعندي بقى إيه، كوباية قشطة حلوة كده كنت محوّشاها في الفريزر، كل مرّة كده أشيل وش اللبن إيه، أحطها في كوباية. هنا هاضيف كوباية سكر كمان علشان آآ لقيته دلع شوية، إحنا بنحب مسكّر، فهاضيف كده كوباية كمان. هنا بقى بُصّوا ابتدى خلاص أهوّة يتقل ومع يعني يستوي بقى مع اللبن ويتقل كده معانا. هادّي له غلوة كمان كده عشان السكر يدوب ويتوزّع كده، طبعًا قلّبته عشان يتوزّع كويس، وهادّي له فرصة بقى إن هو يستوي معاه كده عشان يبقى مسكّر، يعني السكر يدوب معاه. تمام، آدي كوباية سكر كمان علشان لقيته لسه يعني عايز شوية كده. زي ما باقول لكم إحنا بنحب الحاجة المسكّرة شوية. وبعدين ده سُكّر بقى حسب الكمية، وفي نفس الوقت لو أنتِ عايزة تقللي السُكّر شوية قللي براحتك، علشان ده حسب الرغبة. كل أسرة ليها طقوسها كده. دي بقى كوباية القشطة اللي أنا شايلاها في الفريزر محوّشاها من وش اللبن. طبعًا أمّا باجي أعمل بقى حاجة زي كده رز بلبن أو حاجة بتنفعني طبعًا. ولو مش هاعمل بيها حاجة زي كده، هاضيفها بقى على يعني أمّا آجي أعمل مثلًا إيه رقاق، جلاش، الحاجات ديّة برضه بتنفعني. باحتفظ بيها كده طالما ولادي مش بياكلوها، فباحتفظ بيها في الفريزر لحد إيه ما استخدمها في حاجة زي كده. هي كانت المفروض إن أنا طلّعتها بدري شوية بس أنا نسيت. ما كنتش يعني مرتبة أموري إن أنا هاعمل رز بلبن ولا حاجة. كنت جايبة اللبن كده هاعمله عادي، قُلت إيه أعمل لهم كده شوية رز بلبن، علشان محمد مش بيشرب لبن، فباحاول إن أنا أعمل له بقى إيه أي حاجة أدخّل فيها اللبن يعني. هو بياكل الزبادي أو الرز بلبن أو حاجة زي كده، لكن ما بيشربش لبن كده سادة. فباحاول إن أنا أعمل بقى حاجة زي كده اللي هو إيه، بدل ما هو ما بيشربش لبن يعني، يستفاد إيه على قد ما أقدر. هنا بقى إيه، خلاص نزّلت كوباية القشطة كده سيبها حطيت عليها معلقة كده من في الحلة عشان سُخن يعني يفُكّها، لحد ما فكّت كده ونزّلتها بقى في الحلة بقى عشان القشطة يعني تسيح معاهم. هنا بقى دي إيه، نُص كوباية لبن كده حطيت عليها معلقة نشا ودوّبتها كويس جدًا، علشان لقيته إيه، عايز يتماسك شوية. بُصّوا
أهو هنضيفها كده يعني إيه بالراحة وإحنا بنقلّب سرسوب بسيط كده، علشان تتوزّع وما تديناش طبعًا كلاكيع ولا أي تكتلات ولا أي حاجة. هنضيف على قد ما إحنا عايزين علشان مش لازم نحطهم كلّهم، ممكن نلاقيها سمكه بقى كويس نوقّف، لو احتاجناها كنا هنضيفهم كلّهم، أنا إيه ما احتجتهاش، هي يا دوبك يعني مش معلقة، يعني معلقة إلا ربع كده وما احتجتهاش كلّها كمان. هنا بقى حطيت طبعًا ظرف الفانيليا، الفانيليا ديفا دي حلوة جدًا، ريحتها حلوة أوي وقوية ومركزة. هنا بقى ضفتها وهادّيها تقليبتين كده لحد إيه ما ألاقيه كده استوى كويس واتوزّعت بُصّوا لو حتّة قشطة كده هافكّكها علشان ما لسه ما اتفكّتش يعني لقيتها كده إيه متماسكة، فكّكتها كده بالمعلقة علشان تتوزّع بقى في الباقي، وكده خلاص هو استوى، هاطفي عليه بقى واسيبه يهدى شوية. هنا بقى إيه هاصُبّه بقى في الأطباق علشان نعمل بقى الصوصات كده اللي إحنا هنزوّق بيها الأطباق. هاغرف بقى كده الأطباق ديّة بُصّوا الأطباق طبعًا مش هاملاها أوي كلّها، علشان لمّا أحط الصوصات ديّة ما تبقاش يعني إيه مليانة للآخر، هاملا الأطباق كده واسيبها تهدى شوية عقبال ما أعمل الصوصات، عقبال ما يعني إيه علشان الرز بلبن نفسه يبقى اتماسك كده وهدي شوية من السخونية، علشان ما يسيحش. لإن لو أنا حطيت دلوقتي طبعًا الصوصات هتسيح مش هتبقى حلوة خالص. بُصّوا بقى ده طبق عزيز عليّا جدًا، طبق آخر طبق عندي من أطباق ماما الله يرحمها، الطقم بتاعها ده كان آخر طبق عندي محتفظة بيه طبعًا، يعني دعوة حلوة كده بالرحمة والمغفرة لأمي الله يرحمها وأبويا، وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم يا رب. طبعًا أي حاجة عندنا غالية كده من الناس يعني من ريحة الحبايب طبعًا بنحتفظ بيها وبتبقى غالية عندنا جدًا. عندي يعني أي حد من ولادي يتخانقوا كده على الطبق ده، مين هياخد الطبق ده ياكل فيه. هنا بقى صبيناهم كده وسيبناهم يهدوا شوية عقبال ما نعمل إيه، هنبتدي بالأول بصوص شوكولاتة، هنحط نُص كوباية لبن كده مش كتير، هنعمل حبة صغيرين علشان ما يفيضش كتير، إحنا مش هنحتاج كمية كبيرة يعني. هنحط نُص كوباية لبن وآدي إيه، على قد السكر بقى اللي أنتِ عايزاه، أنا هاحط ربع كوباية كده سكر علشان الكاكاو اللي أنا هاحطه مش سادة يعني ده كاكاو مُحلّى، ففيه نسبة سكر شوية. هنا هاحط إيه، معلقتين كبار كده كاكاو وهاقلّبه كويس أوي، وبعد كده إيه، أنا بُصّوا موطية النار خالص على يعني أهدى حاجة، علشان أقلّب براحتي كده وكإني إيه، يعني كإني هاقلّب على قبل ما أشغّل النار، بس هي هادية خالص. هاقلّب كويس لحد الكاكاو والسكر ما يدوبوا خالص، وبعد كده هاعلّي النار شوية علشان السُمك بتاعه بقى إيه، يتقل شوية، لحد ما أتأكد إن كُلّه داب، الكاكاو والسكر يدوبوا كويس أوي. بُصّوا، أهو كده تقل أهوّة، هاقلّب أوي بقى عشان ما فيش أي تكتلات خالص. نسيت أقول لكم إن أنا حاطة إيه، يعني ربع معلقة نشا، يعني ذرة صغيّرة مش كتير خالص مع اللبن في الأول. يعني أنا حاطة ربع معلقة نشا على نُص كوباية لبن، على معلقتين كاكاو، على ربع كوباية سكر. الصوص دوّة تقلّبيه كويس جدًا، جدًا، وبعد كده تشغّلي النار على الهادي خالص، وتقلّبي لحد ما يمتزج كويس ويتقل كده وسمكه يبقى حلو. ده أحلى صوص شوكولاتة يعني بُصّوا سهل وسريع وموفّر اقتصادي وحلو جدًا، وطعمه كمان حلو أوي. ممكن تعمليه لأي حاجة هتزوّقي بيها، أو ممكن تعمليه مع الhot chocolate كده، يعني تستخدميه في كذا حاجة. هنعمل بقى الصوص التاني معانا صوص الكراميل. صوص الكراميل طبعًا عملناه قبل كده، بس إيه، نعمله كده مع بعض على السريع. بُصّوا ده حوالي أقل من نُص كوباية سكر، هنسيبها على نار هادية من غير أي حاجة، من غير أي إضافات، من غير أي حاجة ولا تقليب ولا أي حاجة. هنشغّل النار هادية كده عليه، وأول ما يبتدي يسيح كده من الجناب من الحرارة، هنبتدي بقى إيه، نقلّب فيه. بس نتأكد بس الأول إن هو إيه، هيسيح كده من الجناب ويدّينا لون الكراميل البني ده كده حلو ده.
بصوا انا هنا طبعا موطيه النار عشان ما يتحرقش، وهبتدي بقى ايه اهو ابتدى من الجناب يسيح شويه اهوت. اهو عليت النار سيكه كده شويه علشان يعني ايه ينجز معايا الوقت شويه. اول ما شغلت كانت نار هاديه، بعد كده يعني ايه عليته شويه علشان يعني ما يغيبش على النار. لو وصلتِ معايا لحد هنا بقى ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منِّك، عشان أعرف إذا كان الفيديو عجبِك والّا إيه رأيِك فيه، وحاولي كده تجربيه وتقولي لي رأيِك، بجد يعني طعمه حلو جدًا، بصراحة طلع في الآخر يعني حاجة حلوة أوي، وتغيير كده للولاد، يعني عشان إيه، يعني كأنهم جابوه من برّه، يعني أنتم عارفين طبعًا المحلات يعني بتعمل حاجات تشد الانتباه يعني، وتشد شكل الحاجة للزبون، إحنا بقى هنعمله لهم في البيت. هنشد نظر الزبون وهنشد انتباهه. ايه رأيكم؟ حاجات كده بسيطة نعملها اضافات للحاجة اللي احنا اصلا بنعملها، يعني احنا كلنا طبعا بنعمل رز بلبن في البيت، فنعملها بقى بإضافة كده بسيطة تخلي الولاد يحبوه. هنا بقى ايه نص معلقة نشا وربع كوباية لبن صغيرة كده، وممكن مية عادي، يعني لو انتي مش عندك لبن ممكن تعمليه بمية عادي. ده صوص الكراميل سهل جدا وما بياخدش وقت، وبيبقى سهل معانا ويبقى يعني سهل وسريع في وقت واحد كده. اهو بصوا هنضيفها بقى كده كده السكر خلاص اتكرمل معانا كله اهوت. هنضيفها ايه سرسوب بسيط خالص. اهو بصوا كله داب خالص وبقى اللون البني الجميل اهو. تمام. هنضيف بقى النص معلقة نشا الصغيرة دي، بصي كمية صغيرة خالص لان احنا اصلا مش عاملين كمية كبيرة. هنضيفها بقى واحنا بنقلب كويس جدا. حاولي ان انتي ايدك تبقى في التقليب علشان ما يكلكعش. قلبي كويس جدا، ولو كلكع شوية كده ما تقلقيش، هيفك معانا دلوقتي حالا، ما تقلقيش خالص. هتنك تقلبي كده، انا طفيت النار علشان ما يكلكعش زيادة. بصوا او تخليها هادية قوي قوي. اهو طفيتها كده علشان افك بقى ايه التكتلات دي خالص. وهحط بقى ايه نص معلقة سمنة صغيرة خالص او زبدة، حسب بقى المتوفر عندك. بس تقريبا ان اللقطة دي ما جاتش في التصوير لاني طفيت النار وقلت ايه انجز معاكم الوقت بسرعة. بصوا اهو داب معايا خالص اهوت. طبعا انا ايه كنت هحط كده بالمعلقة، بس لا قلت لا كده ايه مش هعرف اظبط ايدي وهيبقى مش هيطلع الشكل حلو. حطيت بقى الصوص الشوكولاتة والصوص الكراميل اللي في اكياس صغيرة كده علشان اقدر اعرف اوزع بيهم كده. ايه رأيكم؟ بصوا الشكل الجميل، يا رب يكون بصوا بقى هنعمل كده ايه الاشكال اللي تعجبك كده. انا حبيت اوزعها بالطريقه ديت، وهنجيب بقى ايه يعني شيش طاووق كده خله او العيدان بتاعه الشيش طاووق انا اسفه اتلخبط. هنظبط بيها بقى، هتعملي الشكل اللي يعجبك واللي يناسبك. انا الشكل ده عجبني صراحه وعملت بيه صوص الشوكولاته، وادي صوص الكراميل، وكمان كان عندي صوص فراوله في التلاجة كنت عاملاه قبل كده عشان الايس كريم. فحبيت ان انا ايه برضو اديهم شكل كده. بصوا هتدي التوزيعة كده اللي تعجبك، هتبقى اشكال بسيطة وحاجات يعني ما خدتش معانا وقت وتكلفة، حاجة بسيطة جدا، واديتنا شكل حلو قوي. لو عندك ضيوف هتعجبهم قوي، او لاولادك علشان بدل ما يشتروا من بره بالغالي، احنا عملناه في البيت بقى حاجات بسيطة جدا. غيّرنا منّه، وفي نفس الوقت عندنا برضه الرز بلبن العادي، المكسرات العادية، الزبيب وكده. أهو ده صوص الفراولة اللي كنت عاملاه قبل كده. هاضيف برضه يعني كده معانا إيه 3 أطعمة، صوص فراولة وصوص كراميل وصوص شوكولاتة، والأساسي معانا طبعًا اللي هو بالمكسرات العادي للي للي ما بيحبش إيه الصوصات. فكده إيه رأيكم بقى حاجة بسيطة كده ضفناها غيّرت من شكل الرز بلبن خالص. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وتقولوا لي رأيكم بقى ايه في الكومنتات كده، ولو جربتوه قولوا لي رأيكم بقى ايه يعني حاجة كده مختلفة. بصوا هتوزعي بقى الصوص كده بالشيش طاووق، العيدان بقى بتاعت شيش طاووق كده، او خلة اسنان، يعني اي حاجة المتوفر معاكي. بصوا تشكيلة حلوة قوي وكمان طعمه حلو،
إضافة بسيطة خالص. وده بقى اللي هنضيف عليه المكسرات عادي خالص زي ما احنا بنعمل على طول، للي مش عايز الصوصات ديت. بصوا ادي كده عندنا اربع اطعمة: مكسرات وصوص كراميل وصوص شوكولاتة وصوص فراولة. بصوا بقى طعمه حكاية، بجد طعمه حلو جدا. جربوه وقولي لي رأيكم. انا بجد طعمه عجبني. مين بقى بيحب الرز بلبن وهو لسه معمول سخن كده زي حالاتي؟ انا عن نفسي بحبه وهو لسه صابح كده، بيبقى احلى بكتير لما بيبات او يتحط في التلاجة. بالنسبة لي ده وجهة نظري. ولادي مش بيحبوه كده، بيحبوا يستنوا ايه يسقع شوية ويحطوه في التلاجة. اللي بيحبه سخن بقى كده زيي يقول لي في الكومنتات. ده بقى صوص الكراميل. قلت بقى ايه ادوق الاطعمة كده الجديدة ديت علشان اعرف فعلا يستاهل ولا لا، ولا ما اعملهاش تاني. بصراحة تحفة، طعمه حلو جدا. طبعا الباقي بقى بالزبيب عادي، احنا كده كده واخدين عليه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم.